السلام عليكم اخواتاتي، مرحبا بكم من جديد في قناتي حرفة ونجاح. اليوم راح نهضر معكم على مشروع مختلف بزاف، ماشي منتشر بصح مربح بزاف ويقدر يبدل حياتك من دارك بلا راس مال كبير، وهو مشروع إعادة تدوير بقايا قماش وصناعة منتجات إبداعية. خواتاتي، كامل نعرفوا باللي عند الخياطات كاين بزاف بقايا القماش تطايش، وحتى في الدار عندنا صراو المقطعين، عندنا قماشات قدم، عندنا تريكوات ما نلبسوهمش. بصح هاد الحوايج كامل يقدروا يوليو مصدر رزق. في الشهر الاول واش راح ديري؟ راح تبداي بحوايج بسيطه. روحي عند خياطه في الحومه، قولي لها تعطيك بقايا القماش، رايحه تفرحي كي تلقايهم يمدولك باطل. تجيبي مقص، ماكينة خياطة صغيرة إذا عندك، وإذا ما عندكش تقدري تبداي بخياطة اليد. جربي تخدمي أول منتوج، مثلا كيس صغير للتسوق ولا مخدة صغيرة ملونة. الشهر الثاني رايح يكون للتجارب والتعلم. هنا لازم تجربي بزاف موديلات، ديري حافظات التليفون، ديري لعب صغيرة من القطن تاع الأطفال، جربي مخدات اشكال قلب نجمه. الفكره هنا باش تتعلمي وتلقاي المنتوج اللي الناس يحوسوا عليه اكثر. في الشهر الثالث تبداي البيع الاول. صوري منتجات تاعك بطريقه جميله وحطيهم في الانستغرام ولا الفيسبوك، عرضي على جارتك، على صاحبتك، على الناس اللي تعرفيهم. ما تخافيش، حتى لو بعتي غير 3 قطع، هذه البدايه هي الخطوه الاهم. الشهر الرابع التطوير. شوفي واش تباع اكثر، مخدات ولا الحقائب، ركزي عليهم وخدمي منهم بزاف. زيدي اللمسه تاعك الخاصه، خياطه اليد، خرز صغيره، الوان متناسقه. الشهر الخامس تتوسعي. هنا تبداي تعرضي منتجاتك في الاسواق الاسبوعيه، شاركي في المعارض المدرسيه ولا تاع الجمعيات، بيعي مثلا 3 حافظات زائد مخده بسومه ارخص. الشهر السادس راح يكون مشروع رسمي. ديري صفحة باسم منتجات صديقة للبيئة، مثلا حطي لوغو بسيط حتى لو مكتوب بخط يدك. ركزي على الماركة تاعك باش الناس يعرفوك. الربح المتوقع، نقولك مثال: بقايا قماش مجانية، كيس صغير يكلفك 50 دينار تبيعيه ب250 دينار جزائري. مخدة ملونة تكلفك 200 دينار جزائري تبيعيها ب800 دينار جزائري. لعبة أطفال صغيرة تكلفك 150 دينار تبيعيها ب600 دينار. يعني الربح صافي وكبير، خصوصا وأنك مصرفتيش بزاف. القيمة المضافة، خواتاتي، هذا المشروع ماشي غير تجارة، هو عنده رسالة. تنقضي البيئة من التلوث، تستفادي من الحاجة الناس اللي طيشوها، تقدري تعلمي بنات صغار يخدموا معاك ويتعلموا الحرفة. خواتاتي العزيزات، مشروع إعادة تدوير القماش مشروع بسيط مربح وصديق للبيئة. كي تبداي خطوة بخطوة، شهر بشهر، تلقاي روحك بعد 6 شهور عندك محل صغير باسمك والناس يعرفوك. وتذكري دائما، النجاح ماشي في الخطوة الكبيرة، النجاح يبدأ بخطوة صغيرة وبنية صافية. ما تنسوش تخليوا لي تعليقاتكم، واش هو المنتوج اللي تحبوا نبدأ نشرح كيفاش نخيطه في فيديو مفصل. سلام، ونشوفكم في فيديو جديد من حرفة ونجاح.